يا أهلا بيكم. هنعمل النهاردة سلطة، بس سلطة إيه بقى؟ من أطعم وألذ السلطات الباردة اللي ممكن تدوقوها، سلطة المكرونة. الناس اللي بتحب السلطة وعايزة الحاجات السهلة والسريعة وتبقى خفيفة وتنفع كمان كوجبة كاملة، السلطة دي أفضل اختيار ليهم. تعتبر كمان من السلطات اللي ممكن نجهزها من قبلها، ووقت التقديم نحط عليها الدريسنج على طول. يلا بينا نعملها مع بعض، بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير. أول حاجة هنعملها هنسلق المكرونة. حلة على النار فيها مية بتغلي، هنحط فيها معلقة كبيرة من الملح وننزل فيها بالمكرونة 250 جرام. أنا استعملت الشكل ده، استعملوا أي شكل تحبوه. ومش هنحط عليها زيت عشان لما نضيف الصوص يمسك فيها. هنسيبها لحد ما تستوي زي ما مكتوب على الكيس، بس يفضل إننا نقلل عن الوقت اللي مكتوب دقيقة أو اتنين. مش عايزينها مستوية قوي، خلوا فيها سنة قرمشة بسيطة بيبقى طعمها أحلى. نصفيها ونشطفها بالمية الباردة على طول عشان نوقف تسويتها، ونسيبها بقى على جنب تبرد براحتها، ونجهز بقية المكونات اللي هنحتاجها. الخضار في الشتاء بيبقى تحفة، فريش كده وألوانه حلوة، بيبقى جميل جدا. فهنحط بقى في السلطة دي شوية خضار حلوين. هاخد فلفل ألوان واحدة من كل لون، وهنقطعهم مكعبات حجمها متوسط أو شرايح رفيعة، قطعوها زي ما تحبوا. وهنبشر معاهم كمان جزرة أو اتنين. ويا سلام بقى لو في كمان بصل أخضر، ناخده ونقطعه لقطع صغيرة. بس دايما قطعوا البصل آخر حاجة، وخصوصا الجزء الأبيض عشان ريحته ما تغيرش. كده خلاص جهزنا الخضار اللي محتاجينه. نعمل بقى أحلى وأطعم وألذ صوص ممكن تحطوه على السلطة دي. معايا كوباية من الزبادي، استعملت الكوباية الصغيرة ال110 جرام، وبنفس الكوباية مليتها مايونيز وحطيتها معاها. اللي حابب بقى يزود المايونيز أكتر من الزبادي أو الزبادي أكتر زي ما تحبوا، أنا بحب أحطهم قد بعض. وهنحط معاهم معلقة صغيرة من المستردة، وفصين أو 3 من التوم فرمتهم ناعم، وعصير ليمونة كاملة، لو الليمون صغير حطوا 2، ومعلقة كبيرة من خل التفاح، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. وآخر مكون هنحطه وبيفرق جدا في طعم الصوص، معلقتين أو 3 كبار مليانين من العسل، ونص معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس قوي، ونظبط الطعم. لو محتاجين نزود معلقة عسل أو عصرة ليمون زي ما تلاقوه محتاج معاكم. ولو الصوص تقيل قوي ممكن تخففوه شوية بمعلقة أو اتنين من الحليب. وكده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. نرص بقى الطبق بتاعنا، ونجيب بقى طبق التقديم ونحط فيه المكرونة الأول بعد ما بردت وتصفت من ميتها خالص. وعليها نضيف بقى كل المكونات اللي قطعناها، الفلفل الألوان، وهنحط كمان شوية من الزيتون الأخضر والأسود والجزر والبصل. كمية الألوان اللي في السلطة دي مبهجة وحلوة جدا. وعليهم بقى هنحط 3/4 كمية الصوص، ونخلي الربع الباقي هنحطه في الآخر. ونقلب كله مع بعضه كويس قوي. الصوص بنحطه قبل التقديم على طول. واخر حاجة هنحطها شوية بقى من الذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء، بحطهم في الاخر عشان الفاصوليا مشتريش من التقليب. وقبل ما نحطهم نصفيهم كويس قوي من ميتهم، ونقلبهم بس تقلبتين ما نقلبش كتير. اي حاجة مش موجودة في المكونات دي كلها ممكن تستغنوا عنها عادي جدا. وممكن كمان لو حابين تحطوا عليها تونة او سلامي، ونعتبرها وجبة كاملة. ونحط بقى على الوش بقية كمية الصوص، ونزينها بشوية من الجزر المبشور. ويا سلام بقى لو في شوية رمان، بيدوا للسلطة دي مزازة وطعم حلو قوي. هنزين بيهم الوش في الآخر. سلطة لذيذة جدا وطعمها رائع، جربوها هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. وأشوفكم على خير.